مسلم أقبل وتمنى أمسك بمفاتيح الجنة واسمع لحروف من نور صيغت في رق منشور من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة واسمع لحروف من نور صيغت في رق منشور من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة وحديث من هدي السنة يا مسلم أقبل وتمنى أمسك بمفاتيح الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن الجنة وما أعد الله عز وجل فيها لعباده، وأن الله تعالى لا يزال يزين هذه الجنة يوما بعد يوم ويعدها لعباده الصالحين. لذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبذلون ما يبذلون في سبيل الوصول إلى تلك الجنات ونيل رضا رب الأرض والسماوات. بل كان بعض الناس إذا علم بما أعد الله عز وجل في الجنة وتذكر ذلك وهو في الجهاد، أو تذكر ذلك عند طلب الإنفاق، أو تذكر ذلك في ليله أو نهاره، وجدت أنه يسارع فورا إلى الطاعة المتعلقة بذلك الموقف الذي كان فيه. فإن كان في الجهاد بذل روحه، وإن كان عند المال بذل ماله، وإن كان في الليل قام يصلي لله عز وجل ويتعبد، أو كان في النهار صام وقرأ القرآن وصرف ما يصلح من العبادات لذلك الزمان. أيها الأحبة الفضلاء، لعلي أقف معكم وقفة على فضيلة من الفضائل هي في الحقيقة مفتاح من مفاتيح الجنات. وهذه الفضيلة بعض من لم يتحلى بها كانت عاقبته الخسران ومأواه النيران. أما من تحلى بها فإن الله جل وعلا يرفع قدره وذكره ويعلي نزله في الدنيا والآخرة، ألا وهي الرجوع إلى الحق إذا تبين للعبد هذا الحق. خذ مثالا على ذلك. عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه كان سيدا من سادات بني سلمة من الأنصار في المدينة النبوية على ساكنها صلوات ربي وسلامه. عمرو بن الجموح كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى المدينة وعمرو بن الجموح فيها، أرسل إليه مصعب ابن عمير يدعوهم إلى الإسلام. وصل مصعب رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، بدأ ينشر الإسلام ويبين للناس هذا الدين. أسلم أبناء ثلاثة لعمرو بن الجموح خفية عن أبيهم، وأبوهم ما يعلم بذلك. أما عمرو فكان من أشد الناس منابذة للإسلام. كان عنده صنم اسمه مناف، كان طالما طيبه وتعبد إليه ونظفه وعظمه، وكان يأتي إليه في كل صباح وفي كل مساء يسجد بين يدي هذا الصنم مناف. حاول أولاده أن يصرفوا أباهم عن هذا الصنم فلم يستطيعوا، فجاءوا إليه قالوا له: يا أبانا، ما تقول في هذا الرجل القادم إلينا؟ قال لهم: من هو؟ قالوا له: ذاك الذي يسمى مصعب ابن عمير، قد أرسله محمد ابن عبد الله النبي الذي في مكة إلينا، فلماذا لا تذهب إليه يا أبانا وتسمع ما عنده من كلام؟ قال لهم: حسنا، أذهب إليه. وكان سيدا من السادات. مضى حتى أقبل إلى مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. قال له عمر: ماذا تفعل أنت هنا في المدينة؟ قال: أنا أدعوكم إلى الإسلام ونبذ عبادة الأصنام. قال: أسمعني مما عندك. فقرأ عليه مصعب رضي الله تعالى عنه شيئا من القرآن، فدخلت إلى فؤاد عمرو رضي الله عنه، لكنه لم يسلم. قال له عمرو: إن لنا مشاورة في قومنا، نحن قوم لا نتعجل نغير ديننا أو نبذل مالنا أو نحارب أو نفعل شيء إلا بعد المشورة. إن لنا مشاورة في قومنا فانتظر حتى أشاور قومي. ثم رجع عمرو ودخل على صنمه، دخل على مناف وجاء إليه ثم وقف بين يديه. وكان عمرو أعرج، كانت إحدى قدميه أقصر من الأخرى، فجاء واعتمد على قدمه ورجله السليمة ثم قال: يا مناف، لا شك أنك قد علمت بخبر هذا الرجل الوافد إلينا، وإنما يريد كسرك يا مناف، يعني هو يريدنا أن ننبذ عبادتك، فماذا تقول يا مناف؟ يسأل هذا الحجر. طبعا من الطبيعي أن هذا الحجر لن يتكلم، فسكت مناف. قال: يا مناف، ما تقول؟ أشر علي يا مناف، أتبعه أم لا؟ فسكت مناف، وهذا هو الأصل، لا ينطق ولا يعقل. فقال له عمرو: لعلك قد غضبت اليوم فأتركك إلى غد. ثم
أقبل أولاده إلى مناف في الليل وأخذوا شيئا من القاذورات ولطخوها عليه ثم مضوا إلى فرشهم. فلما أقبل في الصباح فإذا مناف قد لطخ بالقاذورات فصاح وقال: من عدا على إلهنا الليل فلطخه بذلك. فما تكلم أهله بشيء، فأقبل ونظفه ثم طيبه وقال: يا مناف لعلك قد اشتد غضبك فأدعك إلى غد. ثم مضى. فلما جاء الغد أقبل أولاده ثم أخذوا قاذورات ثم وضعوها أيضا على مناف في ظلمة الليل ومضوا إلى فرشهم. فلما أقبل عليه في الصباح فإذا مناف قد لطخ بمثل ذلك فصاح وقال: ألا من عدا على إلهنا الليلة، من الذي قد لطخه وأهانه؟ ثم صاح بأهله وهدد وتوعد وسب. ثم خرج بعد ذلك بعدما نظفه وطيبه وقال: يا مناف إني تاركك إلى غد. فلما كان في ظلمة الليل أقبل عمرو إلى مناف يتأكد قبل أن ينام فإذا مناف على حاله، فأخذ سيفا ثم علقه على مناف وقال: يا مناف إني ذاهب أنام، ويحك يا مناف هذا السيف فدافع عن نفسك، إن العنز لتمنع أستها. يقول العنز إذا أرادت أن تمتنع من التيس من الذكر امتنعت عنه، أنت إله ما تستطيع أن تمتنع. ثم مضى لينام. فأقبل أولاده ونزعوا السيف من عليه ثم أخذوا هذا الصنم وأقبلوا به خارج البيت فإذا بكلب ميت فربطوه بهذا الصنم ثم ألقوه في بئر قديمة تلقى فيها النتن والجيف والقاذورات ثم ذهبوا إلى النوم. فلما جاء الصباح أقبل عمرو فلم يجد هذا الصنم فبدأ يصيح بهم: أين الصنم؟ أين الإله؟ أين الإله؟ فما كلموه. فمضى يبحث عنه. فلما أطل في تلك البئر فإذا بهذا الصنف الرب الذي يعبده إذا به قد لطخ وقد ربط بكلب ميت ثم جعل في هذا البئر. فأخذ ينظر إليه ثم قال: وكلب، قال: ورب يبول الثعلبان برأسه. يقول هذا الرب الذي أنا أعبده تبول عليه الثعالب ويلقى مع الجيف، ورب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب. ثم قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، يعني مربوط أنت وكلب ميت في وسط بئر واحد. ثم إنه بعد ذلك أسلم رضي الله تعالى عنه، أسلم وحسن إسلامه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمرو ممن يجالسه صلى الله عليه وسلم ويفديه بروحه ونفسه وأمه وأبيه. فلما كانت معركة بدر أراد عمرو أن يخرج إلى الجهاد مع المؤمنين فمنعه أولاده، قالوا: يا أبانا نحن نكفيك وأنت رجل أعرج وأنت رجل كبير شيخ. ثم ذهب يشكوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أولادي يريدون أن يحولوا بيني وبين الجهاد. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت رجل كبير وأعرج فأولادك يكفون كذلك. فجلس عمرو عن القتال في بدر. فلما أقبلت معركة أحد وجمعت قريش جموعها لغزو المدينة أقبل عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أما إنك قد منعتني من الخروج إلى بدر ومنعني أولادي، يا رسول الله فلا تحرمني من الشهادة في سبيل الله في أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو إنك رجل أعرج. قال: يا رسول الله والله إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه في الجنة، عرجة هذه التي تمنعني من الجهاد، والله إني لأرجو أن أطأ بهذه الرجل القصيرة في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم لأولاده: لا تمنعوه. فخرج رضي الله تعالى عنه إلى القتال في أحد. ثم إنه بعد ذلك قتل شهيدا رضي الله عنه، قتل ودفن مع المسلمين في أحد. فلما كان بعد سنوات طوال أقبل سيل على تلك المقبرة وبدأ يكشف بعض القبور، فاضطر المسلمون إلى أن يخرجوا ما تبقى من الجثث حتى ينقلوه إلى قبور أخر. قالوا: فلما حفروا عن قبره رضي الله تعالى عنه فإذا هو على هيئته يوم قتل وإذا بعض جراحه تنزف دماء. انظر كيف أن الله جل وعلا رفع قدره لما وحد الله تعالى. أيها الأحبة الفضلاء، ننظر اليوم في واقعنا، هل جميع الناس الذين يقعون في المعاصي
يقعون فيها لأنهم ما يعلمون أن هذه معصية؟ كلا، كثير من الناس يقدم على المعصية وهو يعلم أن هذه معصية. انظر إلى الحرام وهو يعلم أنه الآن يعصي الله، ويعلم أن الله جل وعلا قد قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لكنه مع ذلك ينظر إلى الحرام ويتعمد المعصية. كم من الناس اليوم يستمع إلى المعازف وإلى المحرمات ومع ذلك يعلم أنه الآن يفعل معصية، ومع ذلك تجد أنه يستمع إليها. كم من الناس اليوم يأكل الأموال المحرمة، إن من ربا أو من رشوة أو من دين لا يرده إلى أصحابه، ومع ذلك يأخذ هذه الأموال وهو يعلم أنه يفعل حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ومع ذلك لا يزال يقدم على مثل هذه المحرمات. إذن الذي يجعل الناس يقعون في هذه المعاصي ليس هو الجهل، إنما هو غلبة الهوى عليهم. هذا أولا. ثانيا، أنتم قد تضحكون على عمر لما كان يعبد هذا الصنم، نعم، لكن ألا تضحكون اليوم على فئام من المسلمين يطوفون على أشجار أو يطوفون على أحجار أو يطوفون على قبور؟ بلى، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال كما في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم، قال وهو يموت لعنة الله على اليهود والنصارى، ما هو ذنبهم؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني يجعل عليه الجص أو الجبس، أن يجصص القبر أو أن يرفع القبر أو أن يبنى عليه. فتأمل معي إن شئت اليوم في أحوال كثير من المسلمين، تجد أنهم قد بدأوا يقبلون على المقابر وعلى القبور، يبنون عليها المساجد. بل كم من المسلمين اليوم قد اجتمعوا عند قبر رجل صالح في كثير من بلاد المسلمين، اجتمعوا على هذا القبر ثم بنوا عليه ضريحا، ثم أصبحوا يرجون منه دعوة ويقبلون أياديا منه رجا الغفران، ينحرون عنده النحائر ويشعلون عنده السرج ويتقربون إليه بأنواع التقرب. بالله عليكم، هذا الرجل الذي في قبره الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الذباب أو الثعالب أو الكلاب، لو أنها أتت وبالت على القبر لا يستطيع أن يدفعها عنه لأنه ميت أصلا، هل يستطيع بالله عليكم أن يرزق أحدا أتى إليه يطلب منه الرزق؟ كلا. هل يستطيع بالله عليكم أن يكشف ضر رجل مريض سقيم؟ كلا. هل يستطيع أن يكشف كربة عن رجل مكترب، أو أن يرزق ذرية لرجل عقيم، أو أن يرزق زوجا صالحا لامرأة عانس؟ كلا، ما يستطيع أن يفعل ذلك. إذن لماذا يقبل هؤلاء على هذه المقابر ثم يتقربون إلى أهلها ولا يزالون يتقربون إليهم ويطوفون بهم؟ وتقلب إن شئت وقلب بصرك في كثير من بلاد المسلمين. في بعض بلاد المسلمين أيها الإخوة الفضلاء يوجد فيها أكثر من 6000 ضريح تعبد من دون الله، وفي بعض البلاد الأخرى لا يزال يوجد فيها أكثر من 10,000 ضريح وقبر يرجون منهم الدعاء وكشف البلاء. طيب من الذي هو مسؤول عن هؤلاء؟ إن إبليس قد تسلط عليهم، لكننا يجب علينا أن نحول بينهم وبين هذا الشرك. والله جل وعلا يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هم عباد وأيضا هم أموات، عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أيد يبطشون بها؟ ولا زال الله تعالى يكبت أمثال أولئك، لأنهم فعلا ليس لهم أرجل يمشون بها فهم أموات، وليس لهم أيد يبطشون بها، وليس لهم أعين يبصرون بها، ولا آذان يسمعون بها، أولئك جثث ملقاة تحت التراب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دعاؤه بعد موته بأن يكشف ضرا أو أن يجلب حاجة من الحاجات، فما بالك بغيره من الأولياء والصالحين؟ فالله الله بالتوحيد، والله الله بالرجوع إليه، لعل الله جل وعلا أن يميتنا عليه، فإن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة بإذن الله. ولعلنا إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من حلقات نبين هذه المسألة بشكل أوسع، ونذكر أيضا بالأرقام ما يقع في بعض بلاد المسلمين من شرك بهذا السبيل، من عبادة غير الله جل وعلا أو تعظيم للقبور أو بناء المساجد عليها أو نحو ذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم جميعا أن يخلص توحيدنا له جل وعلا. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يا مسلم أقبل وتمنى، أمسك بمفاتيح الجنة، واسمع لحروف من نور صيغت في رق منشور، من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة، واسمع